صائمون الله أعلم. مشاهدينا الصائمين والصائمات في كل مكان، ربنا يتقبل صيامكم. يا مروة وطي التلفزيون شوية يا بنتي وحطي السلطة على السفرة يلا بسرعة. ليلى مش ملاحظة ان وفاء اتأخرت؟ انا قلقانة لحسن يكون حصل لها حاجة في السكة. ولا حصل حاجة ولا بتاع، هي وفاء كده بتحب دايما تيجي متأخر علشان ما تساعدش في حاجة، يعني تيجي هانم على الفطار على طول. ليلى احنا صايمين يا بنتي، ما يصحش اللي انتي بتقوليه ده. وبعدين وفاء صاحبتنا بطلي بقى الظن السيء بتاعك ده. بلا ظن بلا بتاع، المسافة بينكوا ربع ساعة، ووفاء معاها عربية، يبقى اتأخرت ليه؟ ولا كلمة الحق تزعل؟ وبعدين وفاء اصلا عليها حركات. يا ليلى الغايب حجته معاه، وبعدين دع الخلق للخالق. وبعدين قوليلي هنا انتي مالك قلب على وفاء كده مرة واحدة؟ ولا قلبت عليها ولا حاجة، بس تقطع دراعي ما كانتش قاعدة دلوقتي في بيتها، هي كده على طول تحب الكل يستناها. بعيد عنك تناكة طلع لعمتها فوزية، انت نسيتي كانت بتبص لنا ازاي لما قابلتها من كام يوم؟ يا ليلى ملناش دعوة بالناس، بس عندك حق في حكاية عمتها دي زي ما يكون كانت عصر على نفسها ليمونة. شفتي كانت بتبص لنا ازاي؟ يلا دع الخلق للخالق، بس برضه ما تطلعش فيها كده. على رأيك ملناش دعوة بالناس، بس هي كانت بتبص لنا كده ليه يعني؟ ياه الوقت عدى بسرعة، فاضل نص ساعة بس على الأذان. بقولك انا هكلمها على الموبايل وخلاص. وتكلفي نفسك مكالمة على ايه؟ انا حاسة انها مش جاية. اكيد مش هتيجي، مش هتقدر تحط عينها في عين. مش هتقدر تحط عينها في عينك ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ اصل هيثم ابنها جالنا من يومين معاها علشان يتعرف على سلمى، وبعدين لما حس انها ارتاحت له طلعوا فيها وما ردوش علينا، مع ان الواد مش حاجة عدلة قوي يعني. يا شيخة بقى هيثم مش حاجة عدلة؟ اتقي الله. وانا قلت حاجة؟ انا بس بقول انه مش لقطة. طب والله ما كان يحلم بيها، اهو اتنفش لما عبرته. على رأي المثل عبر العفش يتنفش. انتي بتقولي انهم جولكم من يومين؟ طب يعني ما تأخروش ولا حاجة يا ليلى، استني شوية. انا حاسة ان الولد عاجبكم، بس انتوا اللي متضايقين ان هم ما عبروكوش لحد دلوقتي. ولا عجبنا ولا حاجة يا ليلى بقى هيثم مش عاجبكم ولا هو عيني فيه واقول اخيه؟ ماما كده الاكل كله جاهز، انا هكلم طنط وفاء اشوفها اتاخرت ليه، لحسن تكون مش جايه. اصل انا سمعت ان مامتها كانت في المستشفى. اكيد دي طنط وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا وفاء؟ ورحمه الله. انا اسفه على التاخير، اصل ماما المفروض تخرج النهارده من المستشفى فروحت اجيبها بالعربيه، وبعدين اخدت طنط فوزيه تغير على العمليه بتاعت عينيها. عينيها ليه؟ سلامتها؟ ايه ده انتوا ما لاحظتوش انها كانت تعبانه لما قابلتوها في الشارع؟ دي على طول مقفلاه. لا والله ما خدناش بالنا خالص. لا وبعد ده كله هيثم مصمم ياخدني معاه نختار هديه حلوه لسلمى علشان لما نجيلكوا يوم الاثنين ان شاء الله. انتوا فاضيين الاثنين ولا نخليها الثلاث؟ لا فاضيين ان شاء الله. انا اسفه يا ليلى اني ما كلمتكيش من يومها، بس اديكي شايفه الدوامه اللي انا فيها. يلا 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 نكمل كلامنا على السفره، الاذان خلاص. والله الواحد بيتعب قوي في الصيام. المهم بس ربنا يقبل منا. الله اعلم. صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صائمون والله أعلم. صورها لكم نبيل العسقلاني، أميرة بدران، مريهان عبد المجيد، أشرف يحيى، مجاهد شرارة، باسل سمير، نهاد عبد العليم، ومها الكيال. فكرة محمد خليل، كتبها لكم دينا جمال، هبة محمد، ورضوى عزت. الهندسة الصوتية عبد الله فرج، وأخرجها لكم محمد خالد.